وصلنا خلاص المطار وبنحضر لدخول الطيارة خلاص. دلوقتي احنا في البوردنج جيت وهروح ابص على الجيت بتاعتي فين هي. هنبدأ نتحرك دلوقتي وهنقبل بقى الفيديو او المحتوى هنا على اول طيارة ونستناه هناك ان شاء الله في جوهانسبرج. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل سبسكرايب وتابعنا دايما. هنطلع دلوقتي على طيارة جوهانسبرج محتوى تاني ان شاء الله. كده يبقى نهينا رحلة النزول في بورت الاسمس. تابعنا على طول بقى المحتويات اللي جاية كتير لسه. وصلنا مطار جوهانسبرج. اهلا وسهلا بيكم من المطار الجامد ده. مش عارف بيعملوا ايه الناس دي بس ماشي يلا في الطبيعة. تعالى نخرج بقى البلد شويه ونروح نبص على حاجه وبعدين نرجع تاني في السريع كده. ما دام معانا فيزا بقى قلنا نخرج بقى ايه نبص على الدنيا هنا في جوهانسبرج بالرقه قبل الليل، لان الليل طبعا هنا خطر في البلد دي، فقلنا نروح نبص. هما اللي بيقولوا معرفش ليه يعني. هنرجع المطار كمان شويه بسرعه يعني عشان هي الطياره وكده. hours. Yeah, far away. The flight is only 2 hours. ايه المكان التحفة ده؟ ده مكان مش عادي، اقسم بالله مكان مش عادي. ايه ده؟ بص اسمه امبرس. ده مكان جامد جدا 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 يعني، مش متخيل ان هو بالحلاوه دي. تعالى ندخل جوه بقى وديسكفر. احنا ما قدامناش ساعات كتير فقلنا نخرج بقى نتفرج على جوهانسبرج. بس قال لك المكان ده يمكن اقوى مكان هنا موجود. لو كان عندي وقت كنت رحت طبعا جوه، بس طبعا هنا في حاجه ميزه حلوه لقيتها، ان الراجل اللي بيوصلنا هنا اللي ما بياخدش فلوس، لان المكان ده اساسا عامل بس مخصوص ليه. المكان ده بتاع الناس الاغنياء بقى يعني. الريحه طالعه ايه فظيعه، استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يسترها علينا. الا المكان ده يعني ايه، ممكن هو بتاع جامبلينج اللي هو اللعب بقى بتاع القمار والحاجات ديت برضه مشهور هنا. وكمان مكان اساسا للتورست ومول كبير زي ما انت شايف كده ورايا، وطبعا عربيات كتيره جدا هنا دنيا. فتعالى نديسكفر المكان وبعد كده نروح مكان تاني وبعد على طول على المطار على طول. المكان ده كمان من الحاجات الحلوه فيه ان هو فيه اماكن العاب وحاجات من دي ومطاعم. فتعالى نشوف بقى نديسكفر المكان وبعد كده نرجع على مكان تاني ونشوف بقى هنروح فين. باربرز. بص المكان ساحر، ساحر. الارض عامله ازاي والسما ازاي، ولكنها مدينه افلام. بيقولوا بتاع من اغنى واحد رجل اعمال في افريقيا كلها يملكه يعني. مكان مش ممكن، حاجه خيال. تعال نشوف المكان كله من جوه ودينا بنتمشى فيه. ده ساحر طلع خيال.
مدينة الألعاب ديت اللي هي بقى القمار والحاجات دي. يا نهار أبيض، مشهورة قوي. إيه ده يا عم؟ لا إله إلا الله. تعالى ندخل نتفرج كده على المكان. بص المكان كله ألعاب وبتاع. هو بقى دي المكان بتاع بلد القمار دي. مدينة الألعاب كلها هيت. هنا كل واحد بيجي يقعد بقى يراهن بقى ويلعب بقى. اللعبة دي معرفهاش طبعا، بس احنا قلنا نتفرج عليها وخلاص. بصينا عليها وخلاص بقى. يلا بص في كل مكان بقى، في كل مكان البلد المدينة. بص عاملة ازاي، حاجة راقية جدا، حاجة عالية جدا. بص في كل حتة بقى ألعاب القمار دي. فاكر فيلم اللي هو اسمه ايه بتاع خالد صالح والناس دي؟ او انا بقى في المكان ده بالظبط. ايه ده يا عم؟ ده كلها على كده، ده كلها بالشكل ده. من كل الجنسيات العالم هنا موجودين بقى، بيجوا من العالم كله عشان يلعبوا الالعاب دي. متخيل قد ايه؟ بص البشر حاجه ايه. بص دخلنا بقى المكان اللي جنبيه. البحر خلانا شفنا حاجات غريبه فعلا. ايه ده يا عم؟ لا بجد والله. طب والله ده قصه وحكايه. كميه الجنسيات الغريبه اللي هنا كتير قوي، وكلهم استغفر الله العظيم. او ده مكان المنكر بقى بعينيه بقى ده. بص كل الاشكال والانواع، الترابيزه والبتاع والالعاب ديت كلها مكان للقمار، كلها مكان للقمار. كل دول معاهم فلوس مش لاقيين يصرفوها فين، فجايين يلعبوا في القمار. يا نهار الدرجه الحاجات ديت. يا لهوي، ده مكان في النار، ده مكان في النار. لا اله الا الله. ايه ده يا عم؟ ده كفايه حلو كده. تعالى ندخل المكان ده كده نشوف الدنيا ايه. انت واخد بالك؟ حتى الصينيين هنا اهو، حتى الصينيين هنا بيعملوا ايه؟ ايه ده؟ بياكلوا. تخيل انت تبقى مجنون تلعب حاجه زي كده. يا نهار ابيض، وموهوم بيها كمان. بص الديزاين وبتاع. انا واحد في فيلم بتاع خالد صالح. تعالى نخرج بقى، لان كده كتير وحلو كده طيبه على المكان ده. تعالى يا عم نخرج من المكان ده يا عم، كفايه عليه كده. ايه يا عم ده كده طيبه قوي. المكان ده خطر. هو بأمانة مش مول عادي، مش مول عادي بقى. نيجي بقى للطبيعه بقى العاديه. من كل جنسيات العالم هتلاقي ناس هنا، ما شاء الله يعني، موجودين في كل حته. اللي اكتشفته ان الناس بتيجي هنا ليه من كل العالم عشان مخصوص الحكايه ديت. ومشهور هو في جنوب افريقيا. اول ما تيجي لازم تحطه من حاجات الزيارات بتاعتك. بس طبعا شوف انت بتدور على ايه وروح له، مش لازم تروح للحاجات الهايفه يعني. انا بسمي الحاجات دي هايفه يعني. طبعا الناس دي مختله عقليا ان هم يعملوا حاجه زي كده. كنت بقول لكم ان هو في العاب وحاجات من دي كتير اهو. بص ده مقصد للعالم كله، بيجوا له من كل الناس عشان يلعبوا فيه هنا، من كل جنسيات العالم. بص حتى الاماكن هنا تحس ان انت في فيلم اكشن. تعال نروح المكان بتاع السهر اللي هناك ده. في فرح اسكتلندي هنا اهو. مش عارف لينا ندخل ولا لا بصراحه، بس مش فاهم. بس ممكن لينا ندخل يعني. ليه ادخل يا عم؟ تعالى ندخل ونبص على الفرح كده. ليه المناسبه؟ فرح جميل جدا اهو. شكرا يا عم طبعا الناس اللي هنا فلوس يعني. مالناش فيه يا عم. تعالى نكمل نشوف اي حاجه تانية بسرعه، عندناش وقت. انا في وسط كده المكان، فديسكرايب كل المكان دلوقتي. تعالى بقى نشوف مكان تاني ونبص على حاجه تانية يعني غير المكان ده يعني. هو ده المكان اللي ورايا، من اشهر الاماكن بقى اللي هنا في جنوب افريقيا يعني. لما تيجي ده مقصد سياحي في جوهانسبرج لكل السياح عامه اللي انت شايفه ده. تعال نشوف حاجه تانية. بص هو ده. اكتشفت ان الفرح ده كان للناس من بريطانيا، جايين هنا من بريطانيا مخصوص يعملوا الفرح. بيعملوها على الطريقه بقى الاسكتلندي البريتش اللي هي القديمه بقى. فسالت هنا حتى قال لك لازم تحضر بالبدله وبتاع مش عارف ايه، ولابسين لبس غريب كده. يلا معايا بس ايه يعني، حاجه فل الفل. بص المكان تحفه ازاي، تحفه معماريه. بص تحفه، حاجه من الحاجات الغاليه جدا اللي ما تشوفهاش
في حياتنا كتير قوي يعني. فحلو ان انا الواحد ديسكرايب المكان وشاف حاجات غريبه جدا في جنوب افريقيا. يلا حلو كده، تعالى نروح نشوف مكان تاني لو معانا وقت. مش معانا وقت بقى ايه، ننطلق على المطار. تعالى نشوف بقى المكان كده من بره قبل ما نمشي. بص اهو حاجه خيال. يلا بينا دلوقتي، تعالى نروح تاني. المفروض بقى دلوقتي ان انا هروح اركب الاتوبيس اللي انا جيت فيه واروح على المطار على طول، لان ما عنديش وقت بصراحه. بص المكان ده حاجه من الحاجات الجميله جدا. انا فرحان ان انا شفت حاجه زي كده يعني، حتى في الوقت الصغير ده اكتشفنا حاجات ما كناش هنعرف نكتشفها في الوقت. يلا البحر خلانا شفنا حاجات حلوه. طبعا انت كده بتشوف اغلى مكان في العالم، من اغلى اماكن العالم بتاع الاغنياء في جوهانسبرج. اهلا وسهلا، اعمل سبسكرايب اعمل سبسكرايب. ان ده الاتوبيس بقى اللي بيودي ايه، بص هو حتى مكتوب عليه اسم المكان اللي بيودي على المطار. فكده خلصنا، فتعال نروح على المطار بقى. انا مستني بقى اركب في العربيه ديت واروح على المطار تاني، وتعالى نشوف مكان تاني. بص المكان بتاع الاغنياء كله مكان بتاع اغنياء. امباير بالاس. بص العربيه عامله ازاي، اساسا جامده جدا. بص المكان تحفه، حاجه خيال. بص العربيات اللي واقفه حاجه، بص ايه ده، جمدان الجمدان. مكان الاغنياء. بص انا مكنتش متوقع ان جنوب افريقيا تبقى كده، بس انا عارف ان هي جامده، بس على الحقيقه حاجه تانية بصراحه يعني. في الحقيقه حاجه تانية خالص، جمال في كل حته، شوارع نظيفه، كل حاجه حلوه بصراحه. ما كان يخطر على بالي ان انا ممكن اجي جنوب افريقيا واشوف الحاجات دي بصراحه يعني، الحاجات الجامده دي. رجعنا دلوقتي على المطار وهنبدا بقى نروح على الطياره بتاعتنا. وحلو كده اكتشفنا شويه في جوهانسبرج. ما عنديش وقت بصراحه اروح اكتشف اماكن تانيه. حان الان بقى الخروج من جنوب افريقيا والنهايه كده خلاص.